نعم، برحب بحضراتكم في البداية. زي ما قلت امبارح قبل الماتش، مباراة صعبة جدا، وكانت صعبة علينا أكتر لأن هو بالنسبة لفريق شباب بلوزداد هو يعني الخسارة هنا بالنسبة له هتبقى طبيعية، فما كانش عليه أي ضغوطات لأن هو خسران في ملعبه، فالطبيعي اللي هو يخسر هنا. فأنا بتكلم على الطبيعي ككورة يعني كنتيجة يعني، فجاي من غير أي ضغوط. أعتقد رغم كده ان الحمد لله احنا قسمنا الماتش زي ما احنا عايزين. كان في شويه فرص الشوط الثاني، لكن اعتقد ان احنا الشوط الاولاني كان ممكن نطلع مثلا لو جون اتحسب بتاعه ده الكره تضيع مثلا زي اسماعيل. اعتقد ان احنا كنا ممكن نخلص الشوط الاولاني 2-0، لان هم الشوط الاولاني زي ما احنا عاملين حسابنا اللي هم ما جوش علينا ولا هجمه. فالشوط الثاني حصل شويه تراجع في بدايه الشوط الثاني، وفي اخر الشوط اعتقد ان ده شيء طبيعي، اللي هو اللي بيلعب يعني اخر امل بالنسبه له، وده بيسبب لنا احنا شويه مشاكل. اللعيبه بتخاف على نتيجه المباراه، فانا بحمد ربنا الحمد لله على نتيجه المباراتين او مكسب المباراه الاولانيه. وده اللي انا شايفه الحمد لله، اللي احنا صعدنا المباراه النهائيه من المباراه اللي كانت في الجزائر. فمش عايز الجماهير تزعل، يعني عايزكم دايما تبقوا في ظهر فريقكم الحمد لله في الفاينل، فاينل افريقيا، وده الهدف الاساسي. ما كانش ما كنتش هبقى سعيد لو لعبت كويس وخرجت، او لا قدر الله النتيجه مش في صالحنا. فاهم حاجه بالنسبه لي اللي احنا كنا نحط رجلينا في المباراه النهائيه، و... وعلى اساسه ان احنا نشتغل اللي احنا ناخد البطوله ان شاء الله. فبحمد ربنا وبقول لجماهيرنا ما تزعلوش. كان نفسي اللي هو يبقى نتيجه واداء، لكن كان لو انا بختار فاختار النتيجه الاول، وده اهم حاجه بالنسبه لي. ألفينا نعم، ألفينا طمنا على حاله ألفينا مين؟ الصحيه بخاصه انه لعب وقت كبير في الماتش، وفي منافسات قويه الجمهور بيحمل عليه كتير فيها، فهو طلع مصاب ولا ايه؟ لا لا لا، هو الحمد لله يا جماعه احنا عملنا، عمري ما هلاعب حد مش سليم 100%. يعني احنا عملنا اشعه بالنسبه تاني يوم على وصلنا على طول بالنسبه للاخوان، والحمد لله الاشعه ما فيهاش اي حاجه. تشتغل يومين تاهيل وكان سليم 100%. لكن ده اللي احنا كنا عاملين حسابه اللي هو هيتلعب عليه مان بشكل كبير جدا، لان هو اخوان وعدي، يمكن اخوان هو اللي بينقلنا من نص ملعب الخصم. فاعتقد اللي هو كان متراقب بشكل كويس. وانا عايز اقول ما يعني مش عايز اقلل من حجم او من قوه فريق شباب بلوزداد، لان الفريق ما شاء الله يعني على اعلى مستوى. واحنا الحمد لله ربنا كرمنا النتيجه هناك، هي دي اللي يعني ساعدتنا ان احنا نعدي شباب بلوزداد. لكن انا عارف اللي هو هيبقى ماتش صعب جدا من قبل الماتشين يعني. فبالنسبه للاخوان سليم 100% الحمد لله. ربنا يخليك. والنهائي ممكن تيجي فرصه او اتنين في الماتش كله، فده طبيعي، مش قله جري مننا او قله تحضير بالنسبه لانهاء الهجمات. لكن زي ما هم مقفلين بالنسبه للجيم، احنا برضو كنا مش مستعجلين. احنا لو نتيجه المباراه الاولانيه كانت غير كده، كنت هتلاقي الوضع يعني او اسلوب لعبنا هيبقى غير كده خالص يعني. لكن انا بالنسبه لي لما الكوره تبقى معايا من غير ما اعمل ما اروح للتلت الهجوم بتاعي، انا ما عنديش مشكله. حتى لما الكوره تبقى مع فريق شباب بلوزداد ومستحوذ سلبي، فانا برضو ما عنديش مشكله. انا اعتمدت على نتيجه الماتش الاولاني وقد كان الحمد لله. زي ما قلت لحضرتك الشوط الاولاني ولا فرصه بالنسبه لنا، يمكن اول كوره على الجون في الدقيقه 39 او 40. فده الحمد لله احنا عملنا حسابه. يمكن الشوط الثاني كان فيه شويه فرص، وده طبيعي لان هو خلاص فاضل نص ساعه ويخرج بره البطوله، فاكيد بيهاجم بكل الطرق بتاعته. فالحمد لله يعني احنا عملنا حسابنا، واللي احنا نكون موفقين وبندافع كويس. زي ما كان ممكن يحصل ان احنا مثلا لا قدر الله اللي احنا يخش فينا جول زي ما
عملنا احنا في مباراه الجزائر اللي احنا مثلا جبنا جون وهو الحمد لله ما قدرش يسجل فينا، فلكن الحمد لله احنا اهم حاجه بالنسبه لنا اللي كان ما يخش فينا حاجه الماتش ده. كلمة يوسف حسين أهرامات، مليون مبروك على صعود الزمالك للمباراة النهائية. جيت في ظروف صعبة جدا، جيت الزمالك لم يكن مرشح لأي بطولة في بداية الموسم نظرا للأزمات اللي كان بيتعرض ليها. قدرت تلم الفرقة وتلم شمل الفرقة بشكل كويس. عملت كده ازاي وقدرت تسيطر على الفريق بالشكل ده وقدرت توصل بيهم تتصدر الدوري، وفي نفس الوقت عايزين نعرف أهم العوامل اللي ساعدتك في تطبيق ذلك. يعني احنا الكوره ممكن كلنا نشتغل زي بعض في الكوره او تاكتكس يعني بالنسبه للملعب، لكن احنا اتكلمنا مع الولاد من الناحيه النفسيه اللي احنا اللي انتوا مش ناقصكم حاجه، يعني الفرقه بتاعتنا مش يعني كان في نغمه كده اللي احنا ما عملناش تدعيمات بالنسبه لفرقتنا حتى في يناير والكلام دوت، فانا وصلت لهم ان انا مش محتاج حد او مش ناقصني حد. انا معايا احسن فرقه موجوده في مصر وفي افريقيا، وهم الولاد صدقوا ده، فالحمد لله يعني قدرت اوصل لهم ان احنا لعيبه يعني فرقه مكتمله. كان عندنا شويه مشاكل بالنسبه للاصابات الاول ما يعني الحمد لله اللعيبه كلها رجعت، فبقاش عندي مشكله بالنسبه لمراكز اللعيبه او لو ما بقاش في عجز والكلام ده. ساعدني على دوت ان الحمد لله بقول ان انا محظوظ ان عندي مش كابتن واحد، عندي 5 6 كباتن، فالحمد لله لما يبقى موجود مثلا من اول حراس المرمى وعواد ومهدي وصبحي وعمر جابر والونش وحسام، مش عايز انسى حد، وعبد الله السعيد وفتوح وناصر والجزير، انا كل دول كباتن، يعني كل دول كباتن، فالحمد لله بيساعدوني ان احنا نوصل المعلومه لبقيه الولاد، وقد كان الحمد لله. دلوقتي في ناس زعلانه ان احنا ما بنكسبش ونوصل نهائي، فالكلام ده ما كانش بيحصل الاول طبعا، فانا مقدر شعور الناس اللي زعلانه، ومقدر قد ايه هم يعني ممكن فرق تانية تبقى مبسوطه اللي هي في النهائي، لكن الزمالك طبعا او جمهور الزمالك معروف اللي هو لازم يبقى جاي على اساس يبقى يشوف فرقته بتأدي احسن اداء وبتعمل احسن نتيجه، لكن انا بقول لهم الاهم ما تزعلوش، الاهم اللي احنا في المباراه النهائيه الحمد لله. حاجه مشرفه جدا بالنسبه للكره المصريه، يعني بلال السيسي موقف كل الكوره. السؤال مشتق حاجتين، الحاجه الاولانيه اول مره نشوف الزمالك حاله الدعم الكبيره جدا اللي بيحصل بيها الجهاز الفني، سواء من النجوم القدامى طبعا في مقدمته الكابتن حسن شحاته، ميدو شيكابالا، كل الناس النهارده موجوده بدعم كبير جدا، وبنشوف كمان الجماهير هي يعتبر اساس التاهل. يعني رسالتك وتعليقك على الحاله دي ايه؟ حاله ثانيه، الشق الثاني من السؤال، احنا الزمالك متصدر الدوري المصري بيلاعب سادس الدوري الجزائري، فبنشوف الجاب كبير جدا في الاداء، يعني شباب رزداد اعذرنا انا اسف سيطر على المباراه ذهاب واياب، طبعا الزمالك قدر يحقق الهدف المطلوب بالتاهل، بس ده شايف انت راضي على الاداء اللي حصل؟ وهل ده بيقول ان الدوري الجزائري اقوى من الدوري المصري؟ لا انت دخلتني في قصه ثانيه، بس هرد على حضرتك الاول بالنسبه للاساطير اللي حضرتك ذكرتها. يعني بالنسبه ده نادي الزمالك او ده لعيبه نادي الزمالك، اعتقد ان انت يعني مش غريب عن نادي الزمالك، ده ممكن ما تلاقوش في اي نادي تاني، لكن كل لعيبه نادي الزمالك القدامى وكل الاساطير اللي حضرتك ذكرتها دول بيبقوا شرف لينا ان هم وجودهم في الملعب، وبيدينا طبعا بيدي اللعيبه دافع بشكل كبير جدا ان هم يبقوا مبسوطين ان الاساطير دول موجودين في الملعب، وحاجه بتشرفنا هنا على المستوى الشخصي، يعني الكباتن دول بيبقوا موجودين وعندهم ثقه في الجهاز الفني وفي لعبتهم اللي هم يبقوا في ظهرهم، زائد الجماهير. يعني مش ما عنديش كلام اشكر بيه جماهير نادي الزمالك اللي هي الدعم الاساسي. يمكن انا لو جماهير نادي الزمالك مش موجوده في ماتش مثلا اتوه في اخر 7 دقائق انا كنت ممكن نخرج، لما مثلا يبقى سيف واقف مثلا 7 دقائق جول والكلام ده، وفي مثلا 2000 3 في الملعب، كان وارد جدا ان احنا نخرج، لكن طرد صبحي اعتقد ده عمري ما هنسى الوقت اللي حصل في ماتش اوتوه، ومش لاقي كلام اشكر بيه جماهير نادي الزمالك. انتوا زي ما قلت انتوا مش اللعيب رقم 12، انتوا اللعيب رقم 1 بالنسبه لي، وانا ببقى سعيد جدا لما بشوف الملعب مليان. بالنسبه لجماهير الزمالك انا ببقى فخور جدا بيهم، وببقى اكتر حاجه شغاله ان هم يروحوا مبسوطين يعني. فان شاء الله بقول لهم ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دايما، وان شاء الله ويعني بقول لهم
افرحوا احنا في النهائي، وده الهدف الاساسي. بالنسبه لترتيب بلوزداد، هو عنده كام ماتش متاجل عشان بطوله افريقيا، فممكن هتلاقي مثلا طيب يعني عنده 30 نقطه، المركز السادس 3 ماتشات، والاول 55. كسب الثلاث ماتشات هتلاقيه تاني مثلا، فمش بلاعب السادس خالص. وبعدين اصل دي بطوله غير البطوله افريقيا، وارد جدا انا ممكن العب اولمبيك اسفي قبل الاخير في الدوري المغربي، وهتلاقيه بيلعب فاينل ممكن. فهتلاقي الدوافع بتاعه البطوله افريقيا غير الدوري. انا ممكن فرقه ما تبقاش ماشيه كويس في الدوري، لكن دوافعها مختلفه تماما في بطوله افريقيا. فما ببصش لترتيب المنافس خالص يعني. ف يعني اعتقد دي بطوله ودي بطوله تانية، لان اللعيبه بتتحول بالنسبه خلاص بيبقى قبل النهائي وهو هيحط رجله في النهائي، غير الدوري اللي هو شايف نفسه بعيد، عنده مشاكل، اللعيب ما فيش دوافع بالنسبه له. فدي بتبقى بطوله وبطوله يعني، بتبقى بطولتين مختلفين يعني. فاعتقد ان احنا فاصلين كويس قوي وعارفين احنا بنلعب مين. فاهم حاجه اللي اللعيبه وصل لها اللي احنا بنقوله، وان شاء الله ربنا يسهل وتكمل على خير في المباراه النهائيه. احمد مبارك، اكيد الكابتن معتمد ان الفوز التاهل طبعا نتيجه المباراتين. لاحظنا ودي كانت غريبه شويه بالنسبه للكابتن معتمد ان هو اخر التغييرات يمكن لحد دقيقه 77 ولا تغيير كان اتعمل. فهل دي ثقه في اللياقه البدنيه للعيبه الزمالك اللي هو احنا شفنا تراجع كبير جدا للثلث الاخير من الملعب في اخر 10 دقائق، ولا ايه السبب؟ يعني انا ما كنتش شايف ان في حاجه، انا مش بعمل تغيير للتغيير. انا شايف ان اللعيبه ما قصرتش، كل اللعيبه اللي موجودين في الملعب بيأدوا باكمل صوره يعني. بالنسبه للتغييرات اللي اتعملت يعني، انا مش بطلع مثلا فتوح وعبد الله عشان وحشين، انا بتكلم اللي في دور بيكمل دور. فاعتقد اللي هم احنا بيبقى عاملين خطوط عريضه مثلا، اللي في مثلا من الدقيقه 60 انا هغير س بصاد، لما على حسب سير الماتش وعلى حسب الضغوط اللي احنا شايفينها ممكن تتاخر 5 دقائق، ممكن تبقى بدري 5 دقائق. لكن اعتقد اللعيبه اللي بتنزل بالنسبه مثلا لمحمد ابراهيم دي، اعتقد اللي هو كان فيه شكوى من عمر. لكن بالنسبه لادم وشيكوبانزا وربيع، دول بيكملوا الادوار اللي زمايلهم ادوا بيها يعني. لكن ممكن زي ما قلت لحضرتك ممكن يبقى متاخر شويه، لكن انا شايف ان اللعيبه كانت واقفه على رجليها. كان في شويه تراجع، ده شيء طبيعي زي ما قلت لحضرتك في البدايه، اللي هو بتلعب فريق اللي هو خلاص فاضل 20 دقيقه او ربع ساعه ويطلع بره البطوله، فبيهاجم بكل الطرق. فاعتقد ان ده يعني شيء يعني انا عامل حسابه كويس. في النهايه اللي خدنا اللي احنا عايزينه الحمد لله. ممكن انا اسيب الاستحواذ للفرقه، بس يبقى استحواذ سلبي. لكن لما يبقى في مثلا كوره او كورتين، ده شيء طبيعي جدا، زي ما انا ليا كوره او كورتين. فهي دي الحمد لله اللي احنا حافظنا على شباكنا، الحمد لله اللي احنا بقينا طرف في المباراه النهائيه. اشكركم ربنا يخليكم.